السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم مسمنات على شكل بسطيله كيجيو خطيرين في المذاق. اول حاجه خديت الدقيق. انا غادي نوريكم النوعيه ديال الدقيق اللي كنخدم به المسمن. هو هذا هو النوع ديال الدقيق اللي كنخدم به. هو هذا الخاص بالبغرير والمسمن، يعني ما كنحتاج الفينو. عندي هنايا القبصه ديال الملحه وغادي نضيف الماء الدافئ. كيف ما كتعرفوا ان العجينه ديال المسمن كتكون قاصحه، هنا من بعد ما يعني دلكت العجينه كيف ما كتشوفوا دلكتها مزيان، غادي نقسمها في مقلاة فيها زيت البلديه. غادي نضيف خيزو والقرعه والبصله، قليل من القزبر ومعدنوس. هاد المكونات غادي نشحرهم مزيان وغادي نضيف عليهم باقي هاد العناصر. ودابا غادي ندير الإقامه. هنا عندي الثومه والملحه والبزار وشويه ديال الكمون. من بعد ضفت الصدر ديال الدجاج، نحرك وكنغلق عليهم حتى يطيب ليا جميع هاد العناصر. غادي نضيف الشامبينيون، الزيتون والقليل من الهريسه ونحرك هاد العناصر جيدا. القليل من الشعريه الصينيه. كناخذوا زلافه فيها نشا تقريبا، غادي نعبر فيها معلقه ديال النشا، معلقه كبيره، مع معلقه كبيره ديال الخميره. غادي نضيف معاهم الزيت بعد ما ارتاحت لي العجينه غادي ناخذها. هنا عندي زلافه فيها غير الزيت، وهنا هذاك الخليط اللي درت. اول حاجه غادي نطلقها غير بالزيت على هذا الشكل هذا. بعد كناخذوا الخلطه اللي درت معكم وتنبدا تندهن المسمنه كامله على هذا الشكل. وكنخليها ترتاح على جنب باش كنكون
من بعد غادي ناخد الحشوه بعد ما بردات. كيف ما كتشوفوا ضروري ان الحشوه تكون بارده. غادي ناخد الغلاقه ديال النوتيلا، غادي ناخد المربع، غادي نورقو غير شويه بحال هكا، وغادي نقسمو على 4. غادي ناخد مربع، غادي نورقو غير شويه، وغادي نوضعوه في هاد الغلاقه ديال النوتيلا او اي غلاقه يمكن لكم تشكلوا بها. وكناخذوا شويه ديال الحشوه صافي، وكنبداو كنجمعوا بهاد الطريقه هذه ساهله. الا بقى لينا الزائد كنقطعو بحال هكا وكندورو وكنوضعوها في اللاطه. غادي نخدم معكم وحده اخرى. كنورقو شويه، كنوضعوها هكا في الغلاقه ديال النوتيلا، وكنوضع الحشوه وكنبدا كنجمع العجين على هذا الشكل الموضح. يمكن بلاصه الدجاج، الا ما عندكمش الدجاج يمكن ديروه بالطون، كيجي حتى هو بهاد الحشوه الطون كتجي رائعه. غادي ناخد شويه ديال الزيت مع التحميره. كيف ما كتشوفوا كنخلطوهم جيدا، ما يبقاش هاد التكتلات او الحبيبات. هكا، وغادي ندهن بهم المسيمنات على هذا الشكل. غادي نخليهم يطيبوا تقريبا على 150 درجه. غادي نطيبهم من الاسفل وعاد باش غادي نحمرهم من الفوق. ملي كيبداو كيطيبوا راه كيتنفخوا، هذاك الشيء علاش غادي ندير لهم واحد الثقب خفيف هكا باش ما يتنفخوش. صافي، وندخلهم دابا ان شاء الله يطيبوا. هو الشكل النهائي ديال المملحات. كنتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم ورضاكم، وحتى نتوما تجربوهم. الى اللقاء.